السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة الحكاية بتقول: اللي حصل بيني وبين جوزي اللي اتجوزته قد ابني ما يخطرش على بال حد. الفايدة من الفيديو العظة والعبرة لكل اللي يستمع. فضلا وليس أمرا، قبل سماع الفيديو دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. صاحبة الحكاية بتقول: أنا اسمي عايدة، عمري دلوقتي 40 سنة، اتجوزت وأنا عندي 18 سنة. اتجوزت واحد مستواه المادي على قده جدا. نسيت أكلمكم عن أهلي وعن نفسي. أنا بنت معايا تعليم متوسط، خدت دبلوم صنايع من وسط عيلة يعني على قدهم خالص. أنا وإخواتي 7، وأبويا راجل أرزاق على باب الله. ظروفنا المادية مفيش خالص، كان بيوصل بنا الأمر إن إحنا كنا بنبل العيش بمية عشان نعرف ناكل، يعني غلابة بمعنى الكلمة. المهم لما جالي أول عريس كان ظروفه المادية زي ظروفنا بالظبط، يعني كان معاه تعليم متوسط وأرزاقي على باب الله. المهم أنا كنت ملك الجمال، جميلة بمعنى الكلمة، وكانت العين عليا. بس أول عريس خبط على الباب أبويا جوزني ليه عشان يخلص من مسؤوليتي ويخلص من أكل وشربي، لأنه مش قادر على المعيشة وعلى مسؤوليتي أنا وإخواتي. فلما اتجوزت الشاب ده كان أكبر مني ب5 سنين، كنت ساعتها عندي 18 سنة وهو كان عنده 23 سنة. المهم لما اتجوزته طبعا هم حالتهم المادية مفيش خالص. حسيت ان انا طالعة من فقر لفقر، وانا كنت بصراحة عندي غرور في نفسي جدا. ازاي ابقى جميلة واتبهدل كده وما اتجوزش واحد مبسوط يبسطني ويعوضني عن الحرمان او عن الفقر اللي انا عشته طول عمري مع اهلي. المهم لما اتجوزت ظروفه على قده ده كان بيعاملني صعب جدا، وكان بيشتمني برضه، كان من ضيق الحال كان دايما مشيلني الهم. وقعدت معاه سنة وحمدت ربنا ان انا ما خلفتش منه. ولما لقيت نفسي بجوع معاه وهو مش قادر يصرف عليا ومعيشني كمان في بيت العيلة اخدمهم بدون مقابل، ساعتها طلبت الطلاق. طبعا كانت انا لا جهزت ولا هو جهز، كل اللي كان جابه سرير كده ودلاب، ودخلت في بيت العيلة. ساعتها اتطلقت منه، لا خدت منه حاجة ولا محتاجة، ورحت بيت أهلي. أبويا طبعا لما شافني وأنا راجعة له ومتطلقة واتطلقت من نفسي واتنازلت له عن القايمة والمؤخر، قال لي: انت ايه اللي جابك، جاية زيارة ولا جاية غضبانة؟ قلت له: لا، جاية متطلقة. وتتطلقي ليه؟ احنا قادرين نعيش اخواتك لما نعيشك. ما صدقنا شلنا من الهم بلوى جاية ورانا تاني. قلت له: ما انا اتطلقت، ما انا طلعت من الهم رحت الهم، ملكوش دعوة بيا بقى، وانا هعرف اجيب عريسي وهجيبه متريش يعوضني عن الفقر اللي انا عشته معاكو ومع جوزي ده، ملكوش دعوة باختياري. المهم اللي حصل بعد كده ان انا اهتميت بنفسي قوي وبدأت ان انا اشتغل، واشتغلت فعلا في محل كده ملابس. اشتغلت واللي كنت بقبضه كنت بضيعه على اللبس والمكياج عشان ألفت الأنظار عشان أجيب عريس حلو. كنت في الوقت ده خلاص قربت على 20 سنة. المهم اتقدم لي واحد، هو ما تقدمليش من البداية كده، أنا كان بيجي يشتري ملابس من المحل ده كان فيه قسم نسائي وقسم رجالي، كان مليان كل حاجة. فجالي واحد في عمر ال45 سنة كده، كان أكبر مني ب25 سنة، بس كان بينزل من عربية هاي قوي. وكان لما كان ينزل يشتري كان بيشتري أغلى حاجة، وكان بيدفع بالفيزا. كان يقول لي: الحساب كام؟ أقول له كذا، يدخل الباسورد ويتخصم الحساب تلقائيا المبلغ المطلوب. كان أقل حاجة يجي ياخد هدوم ب15,000 جنيه، مرة 10، مرة 7. كنت بقول: ايه كل الفلوس دي؟ بس ساعتها ما كنتش أعرف عنه حاجة إذا كان متجوز ولا لأ. بس طبعا لما لقيته متريش كده أنا ما عنديش استعداد إن أنا أتجوز واحد يكون متجوز قبل كده، إن شاء الله يكون 2. أهم حاجة إن يكون متريش ومعاه فلوس ويعيشني ملكة ويعوضني عن الفقر اللي أنا عايشاه مع أهلي. لكن اللي حصل بعد كده لما اتكلمت معاه وانا قلت له: ادينا رقمك، لو جه اي عروض حلوة او موديلات حلوة او حاجات كاجوال انا هتصل عليك تيجي تاخد اول حاجة، بحيث ان الحاجات ما تنسحبش من المحل. قال لي: تمام، يبقى انت عملتي فيا جميل، اول ما ينزل لكم طلبيات جديدة رن عليا وانا اجي اخد اللي انا عايزه.
وبدأت من هنا أتصل عليه كل ما يجي حاجة جديدة. هي بصراحة كانت حجة، في يبيع النهاردة حاجات نزلت جديدة، لو انت عايز تيجي تتفرج عليها وتشتري، المحل تحت أمرك. ويجي لغاية ما أنا بدأت إن أنا أقول له أنت أخبارك إيه وأحوالك إيه، طمنا عنك. بصراحة أنت أحسن زبون في المحل عندنا، أنا مبسوطة إن احنا لنا عميل كويس جدا ومميز كده. انت من الناس اللي ما بتفاصلش، انت من الناس اللي ما شاء الله دفيعة. يا بخت مراتك بيك. قام قايل لي انا مش متجوز. قلت له لا لا بجد. قال لي والله مش متجوز. قلت له ما اتجوزتش قبل كده؟ قال لي لا ما اتجوزتش قبل كده. طب وايه اللي اخرك في الجواز؟ قال لي النصيب لسه ما جاش. قلت له طب ليه، ايه اللي يخليك؟ طب البنت بتستنى النصيب لان العريس هو اللي بيتقدم لها، ليه ما خدتش الخطوه دي من زمان؟ قال لي انا رحت لكام واحده وما حصلش نصيب، ما كنتش برتاح لهم، وعشان كده قفلت على الموضوع. وانا ايه اللي ينقصني؟ باكل واشرب ومدلع نفسي وبلبس وبخرج وبروح واجي، محدش شاغلني. ايه بقى لازمة الجواز والخنقة وربط العيال والكلام ده كله؟ المهم قلت له والله اللي ما تتجوزكش تبقى خسرانة. قال لي وانتي بقى ان شاء الله متجوزة ولا لسه؟ قلت له انا كنت متجوزة وما حصلش نصيب. قال لي ليه؟ قلت له كده ظروفه المادية على قده، وبصراحة كنت بناحي في العيلة وبشتغل كتير، وما كانش مقدر جمالي وما كانش بينفق عليا قد كده، فخلاص شيل ده من ده يرتاح ده عن ده واتطلقت منه. انا متطلقة دلوقتي داخلة على سنة. طب انتي عمرك قد ايه؟ قلت له داخلة في 21 سنة. قال لي لسه عيلة، وايه اللي جوزك بدري كده؟ قلت له ده انا متجوزة من وانا عندي 18 سنة. اتجوزت قعدت سنة كاملة مخطوبة، وبعد كده اتجوزت سنة، ومتطلقة دلوقتي بقالي كام شهر اهو. قال لي ربنا يوفقك ويعوض عليكي. في الوقت ده بدأت أسحب معاه ناعم وأعمل معاه صحوبية على النت كده، على الواتس، أكلمه وأراسله، بحيث إن أنا ألفت نظره ليا. وفعلا كسبت في التحدي وكسبت نظره ليا وبدأ يهتم بيا. واليوم اللي ما كلموش هو اللي يكلمني ويقول لي انت عامله ايه، مش محتاجه حاجه اجيبها لك، لو احتجت حاجه هتلاقيني انا سند ليكي بعد ربنا. وبدأ يعرض عليا خدماته. قلت له الله يخليك، انا بشتغل عشان ما احتاجش لحد، وبصراحة ما بحبش حد يجيب لي حاجة أنا ما استحقهاش، أو إن أنا أعتمد على حد. أنا أحب أعتمد على الله وعلى نفسي. وبينت له إن أنا عززت النفس قوي. قال لي طب أنت باباكي مين ومامتك مين؟ قلت له أنا أهلي ناس متواضعين خالص على باب الله، وبابا راجل أرزاقي بيشتغل في مصنع بلاستيك، وأمي ست بيت، وليا يعني 6 اخوات غيري، احنا كلنا 7، أنا الكبيرة بتاعتهم. قال لي والله انا بحترمك قوي، وبصراحة انت لفتت نظري ونفسي اخش البيت من بابه كده واتقدم لك. ساعتها قلت ايوه يا بنتي، جاتلك الكورة في ملعبك، خلاص كده انت بدأت تجيب الجون اللي انت عايزاه، خلاص انت وصلتي كده للهدف. قلت له البيت يشرف وينور وتيجي، وعلى عيني وعلى راسي ومش عارف ايه، انا طول. المهم قال لي وما تطوليش ليه، انا اصلا حبيتك وتعلقت بيكي من كتر كلامك معايا واسلوبك الحلو، جذبتني ليكي، وبصراحة اليوم اللي ما بتكلمنيش فيه برجع انا اللي ادور عليك وارن عليك عشان اكلمك. قلت له خلاص تعالى تقدم لي وقرب المسافات، بدل ما نقضيها اتصالات، نبقى شركاء في الحياة ونتجوز ونخش دنيا مع بعض، وساعتها هنكمل بعض ونعوض الناقص عندنا. المهم قال لي تمام. المهم كلمت اهلي، ابويا فرح جدا لما عرف ان هو غني ومبسوط ومتريش وعنده عمارة ومبسوط وعنده ارض وعنده عربية حالتها جميلة جدا وكده. المهم جيت قدم لي، طبعا شاف بيتنا المتواضع خالص، بيت دور ارضي اثري كده قديم، اخواتي متبهدلين، اللبس اللي عليهم متواضع جدا واقل من المتواضع، حياتنا ناس على باب الله. ساعتها قال لي بابا انا مش عايزه الا بشنطه هدومها، طلباتك ايه؟ قال له ماليش اي طلبات، اهم حاجه تامن لها وتعمل لها قايمه ومؤخر صداق وكده. قام قايل له طبعا ده حقها واعمل لها. المهم خدني انا وبابا ورحنا محل الدهب، وجايب لي دهب في ايدي. وبصراحة وانا طلعاله كده لما بابا وافق بيه، قام حاطط لي 5000 جنيه على الصينية، دي كادوه منه ليا كده. المهم اديتهم لابويا ان هو يعمل له عزومه ويجيب له اكل ويصرف، يعني يبين خيرنا كده في الفتره اللي احنا قعدنا فيها مخطوبين. احنا ما اتخطبناش الا شهر واحد واتجوزنا ورحت معاه بيته، وعمل لي فرح متواضع. يعني كان عايز يلم الدور كده، بحيث ان هو شايفنا ان احنا ناس على باب الله، مش قادر يقدمني بصورة مباشرة لأهله، ومش عايز يبين حالتنا الاجتماعية قدام الناس، لأن هو من عيلة كويسة ومبسوطة. فاللي حصل ان احنا لمينا العمل واتجوزنا. ولما اتجوزنا من هنا، الشهر الاولاني كان احلى شهر بالنسبه لي، خدني شرم وفسحني ولففني اسكندريه، وداني كل الاماكن السياحيه، وكان محتار يعمل لي ايه، وكان مراضينا على الاخر. وبعد الشهر اللي احنا اتجوزناه بدأت الصورة تتغير خالص، ما تتخيلوش عامل فيا ايه.
بهدلني على الاخر، بقى يضربني وبقى يعاملني وحش جدا، وبقى يقول لي احمدي ربنا ان انا نزلت المستوى ناس زيكم، انتوا عالم مش كويسه، انتوا عالم زباله، انتوا حياتكم، انتوا طالعين من جوع، انتوا كنتوا عايشين في الاجحار، احمدي ربنا ان انا نزلت المستوى واحده زيك. وسبحان الله انا كنت بعامله حلو جدا، لكن هو كان دايما بيحسسني بالنقص عندي. والكلام المعسول اللي كان بيقوله لي قبل الجواز كل ده فص ملح وداب، لغايه ما بقيت اقول لنفسي يا بت ايه، اصبري، مسير الدنيا تتعدل، يمكن تخلفوا منه حتة عيل ولا حاجة وساعتها الأمور تتغير. ما هو برضو ما سبقلوش الجواز قبل كده، يمكن طفل يعدله ويخليه يرتبط بيا ويحترمني ويتغير أسلوبه ويتلهى فيه. لكن اللي حصل غير كده خالص، قعدت 3 شهور متجوزة وأنا في مرمطة وبهدلة، وكان بيهني حقيقي، بيديلي فلوس ومش مؤخر عني حاجة، بس دايما كان محسسني إن أنا أقل واحدة في الدنيا. كان دايما بيطلع العيوب اللي فيا ويتعامل معايا بنقص. وسبحان الله انا خدته عشان فلوسه، ما خدتوش عشان صفاته. انا كون هم كله ان انا اخد واحد غني يصرف عليا، فقلت ما دي كان احلامي وطموحي، وهنا اتجوزت اللي انا عايزاه عشان يصرف عليا، وهو ما بيبخلش بحاجه. لكن هو كان مبهدلني وكان بيضربني جامد، يعني كان بيعاملني بأسوأ. لكن بعد 3 شهور من جوازنا اتفاجئت ان انا حامل. ساعتها فرحت ان انا حملت، لكن هو بالنسبه له كان عنده برود كده عادي، حامل مش حامل، خلفت ما خلفتيش، الموضوع معاه مش فارق معاه. هو عايش حياته بالطول والعرض، بيكفي بيته، بيديلي طلباتي، بس لازم يسمعني الكلمة اللي تضايقني، لازم يحسسني ان انا اقل منه بكتير، دايما يعيرني بظروف اهلي. لكن انا بقيت اقول اه انا برضه حامل، ولما اخلف عيل يمكن يتغير. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان انا اخلف منه ولد، وولدت بعد 9 شهور بعد ما اكتملت الحمل. لما جه الولد وسماه، عمل لي اسبوع حلو قوي قوي، وعمل له عقيقة جميلة كده وذبايح وحاجات من دي، وعزم اهله ومرضاش يعزم اهلي. ساعتها قلت له ما قلتش لامي وابويا ليه يجوا ياكلوا من العقيقه وفي نفس الوقت يقضوا يوم وياكلوا حلويات من بتاعه السبوع. قال لي انت فاكره ان انت يا بتاع انت اجيب اهلك الزباله دول في وسط اهل الناس الهاي كلاس عشان يعروني ويفضحوني؟ قلت له انت ليه بتقول كده، ما انت اللي دخلت بيتنا وتقدمت لي. قال لي لولا ما انت لفيت عليا عمري ما كنت اخد واحده زيك. انت تعرف ان ساعات بقول لنفسي انا كانت حياتي قبل كده احسن، ده انت مخلياني مش عارفه اظهرك في وسط الناس ولا اقدر اقول ان انا متجوز. انا مش عارفه ايه اللي رماني على النسب بتاعكم ده، انتوا زي ما تكون عاملين سحر، عاملين لك سحر الله يسامحك. المهم لما خلفت الولد، والولد ما شاء الله وصل ان هو بقى عنده 6 سنين في اولى ابتدائي، طبعا بقى واعي وفاهم كده. كان ساعتها جوزي خلاص دخل في 51 سنة، ما أنا متجوزاه سن 45 سنة. المهم بقى خلاص 51 52 سنة، وأنا لسه عيلة، ما أنا متجوزاه عيلة كان أكبر مني، يعني يعتبر ب25 سنة. المهم من هنا لما وصل ل51 52 سنة، بدأ برضه يعني يشتمني أكتر قدام ابني، يبهدلني يضربني قدامه. قلت ساعتها خلاص كفاية الولد ده وأنا مش مخلفة، وكفيني إن أنا أعيش كده. المهم لما وصل ابني لغاية سن ال20 سنة، كان في الوقت ده خلاص أنا بقى يعني في العمر ده خلاص دخلت في الأربعينات. كان جوزي اتوفى، جاله كانسر وتوفى. لما توفى من هنا ورثت كتير بصراحة، ولأنه هو كان وحيد أبوه ووحيد أمه، يعني ما كانش في حد اخوات غيره، هو الولد الوحداني، وعشان كده كان مدلل ومدلع وما كانش بيفكر في الجواز ومش واخد على المسؤوليات. لكن لما مات ورثت منه بيت اللي أنا عايشة فيه 3 أدوار لأن أبوه وأمه ميتين، وورثت كمان أرض، قطعتين أرض، وورثت كمان مبلغ كده بسيط في البنك. قلت الحمد لله ابني هيعيش في نعيم. ساعتها بدأت بقى أبص لنفسي، حقيقي هو سيبني كام و40 سنة، يعني في حدود ال45 سنة، لكن برضو كنت حاسة ان انا يعني لسه عيلة، مش باين عليا سن، لسه جميلة زي ما انا، ما اتبهدلتش في الولادات وفي الحمل كتير. حاسة ان انا لازم اعيش حياتي، خلاص بقيت معايا صلاحيات ان انا اجري والعب والبس واتشيك واروح كوافير واصبغ شعري والبس على الموضة، اعيش العمر اللي انا ما عشتوش، اللي انا كنت فعلا عايشة مع الراجل ده، اكل واشرب بس والبس وانام، وبيعاملني غير يعني معاملة غير آدمية. كان بيضرب ويسب ويشتم ويبهدلني. دلوقتي خلاص الحرية بقت بين ايديا، ما عنديش الا عيل وحداني، خلاص بقى عمره 20 سنة. خلاص هو كده يكفي ان انا دخلت في الكام و40 سنة، اعيش بقى لنفسي كده، هو 20 سنة ما شاء الله، يعني في اولى جامعة، طيب اعيش لنفسي. المهم من هنا قلت لازم افرح واتجوز واعيش حياتي. المهم كنت بروح
محل ملابس فخم أوي أوي أوي، محل معرض، يعني يعتبر زي الإتيليه كده. المهم بقيت أروح فيه، كان المحل ده كان معرض كبير أوي بتاع ملابس وكلها براندات، وكانت في قلب مول فخم أوي أوي. المهم بقيت أروح أجيب منه أرقى البراندات، يعني أجيب لبس على الموضة. المهم كان في ولد هناك شباب، يعني في حدود ال25 سنة، كنت في الوقت ده عندي 45 سنة. بدأت إن أنا أشتري هدوم وأغلى الهدوم، وبدأت أعدل نفسي وألبس على الموضة وأتعلم السواقة وأركب عربية، وبدأت أقول لنفسي خلاص بقى كأني كنت في جرة وطلعت لبره، عايزة أعيش حياتي كيفما شاءت، مش عايزة أضيع من عمري حاجة، عايزة أعوض السنين الذل اللي أنا عشتهم. فطبعا يعني فكرت في نفسي قبل ما افكر في ابني اللي كان طول عمره شايف ظلم ابوه ليا، وفي نفس الوقت كان بيحبني وقريب مني. بدل ما اعوضه واعيش معاه، لا، فكرت في نفسي وركنته على الخط. قلت هو كده كده هيتجوز ويعيش، انا اعيش بقى حياتي. بس كان اختياري أسوأ اختيار. بقيت أروح المول ده أشتري ملابس، والواد بتاع الحسابات كان قاعد، واد شباب كده عنده 25 سنة، يعني أصغر مني ب20 سنة. كان شايف نفسه كده وكان كاجوال قوي، وكان بيتكلم دايما بدلع كده مع الزباين. يعني لما كنت أشتري منه حاجة يقول بسم الله ما شاء الله زي القمر، والله يا فندم الطقم ده هياكل منك حتة، ايه الجمال ده، بصراحة انت اللي محلية اللبس عندنا، انتي لما بتيجي تشتري حاجة واشوفك ببقى فرحان. بدأ يسمعني كلام حلو. المهم من هنا بدأت ان انا اتغر في نفسي قوي وابص له كتير، وبدأت ان انا على طول لازم اروح اشتري واضيع وقت كمان في الاختيار عشان اتكلم معاه اطول فترة ممكنة، لغاية ما قال لي انا معجب بيكي جدا، وبصراحة انت تعتبري عميلة مميزة عندنا. ساعتها قلت له انت متجوز؟ قال لي لا، اتجوز فين، ده انا ظروفي على قدي، لسه ما كونتش نفسي. قلت له يعني انت لو جالك فرصة لقيت عروسة مناسبة وغنية ومبسوطة ومش هتحوجك لحاجة توافق؟ قال لي هي فين دي؟ قلت له قدامك، انا اللي طلبته للجواز. قال لي ده انا اتمنى من الصبح. صدقي بقى ان الكلام ده كان نفسي اقوله لك، بس خفت تفهميني غلط لان انا ما اعرفش عنك اي حاجة. قلت له لا، انا ارملة بقالي سنة وجوزي متوفي وسايب لي خير، وانت ما دام انت لسه ما كونتش نفسك، يبقى ايه المليان يكب على الفاضي؟ ايه رأيك تيجي يعني نتجوز واعمل لك اللي في نفسك وتعيش معايا؟ لقيته بيقول لي بس انا اهلي مش هيرضوا. قلت له اهلك مش هيرضوا ليه؟ قال لي اول هام ان انت اكبر مني بكتير، تاني هام كمان ان انا ما عنديش امكانيات، ولو عرفوا ان انا هتجوزك وانا ما عنديش امكانيات عمرهم ما هيساعدوني لان ظروفهم على قدهم، وكمان هيرفضوا لما يعرفوا ان انت قد والدتي. قلت له وانا مش عايزه منهم حاجه. فلقيته في يوم لقيته جاي يرن عليا وبيقول لي انا كلمت اهلي ورافضين تماما، وقالوا لي لو اتجوزتها مش عايزين نعرفك نهائي، وطردوني بصراحه لما قلت لهم ان انا متمسك بيها ومش عايز منكم حاجه. قالوا لي لا انت ابننا ولا عايزين نعرفك. ساعتها قلت له انا برضو هكلم ابني واقول له ان انا هتجوز، واشوف دماغه هيقول ايه واشوف ميته ايه. رحت كلمت ابني وقلت له يا حبيب ماما انا عايزه اكلمك في موضوع. قال لي امور يا ماما اتكلمي. قلت له انا عايزه، انت عارف ان انا عشت مع ابوك قد ما عشت، اتبهدلت معاه كتير، 23 سنة او 24 سنة ذل وبهدلة وضرب. قال لي ايوه يا ماما شفتك وانت متعذبة، وبصراحة اللي انت صبرت عليه ده هيبقى ليه اجر عظيم من عند ربنا. فقلت له انا جالي الوقت بقى ان انا اعيش حياتي واتجوز وافرح واعيش حياتي كيفما شئت، اعوض سنين الحرمان دي. ما انا برضو ست وعايزة أعيش في استقرار وأفرح بحياتي وشبابي، مش هضيع العمر ده كله بقى بعد البهدلة اللي شفتها مع أبوك. لقيت ابني بيرد عليا بكل عقلانية بيقول لي يا ماما وده حقك، وانا ما اقدرش اقول لا، ما اقدرش اقف في طريق سعادتك، بس اهم حاجة الحد ده يكون مناسب وكويس ويراعي ربنا فيكي، ويكون متجوزك وعارف ظروفك، ويكون مختارك على شخصك انتي، يعني واخدك على اساس ان هو عايزك انتي، ويكون مناسب يعني فكريا واجتماعيا وعقلانيا، ويكون متقرب لك. قلت له لا بصراحة هو ايه يعتبر قدك كده في السن، انت عندك الوقت 21 سنة وعنده 25 سنة، يعني اكبر منك بحاجة بسيطة. ساعتها ابني صار عليا كده وقال لي ايه الجنون ده، يعني انت تتجوزي ده حقك، لكن تتجوزي عيل اصغر منك ب20 سنة وجاي تتكلمي، هيعوز منك انت ايه؟ هيجيب منك عيال ازاي اصلا؟ انت بتختاري عيل يلعب عليك ويضحك عليكي في الاخر. ايه اللي يجبرك ان انت تتجوزي عيل
قد ولادك، انت عايز تفضحيني في البلد، عايزه تشمتي فيا زمايلي، عايزه تصغري بيا قدام الناس. ده انا حتى ما اقدرش اقول ان امي متجوزه. انا اقول امي متجوزه لما تكوني واخده واحد في ال50 سنه اكبر منك مش اصغر منك عيل، يقولوا ده ماشيه متجوزه ابنها وماشيه جنب ابنها. انت بتفضحيني. قلت له هو ده اللي انا حبيته وعايزاه، توافق ما توافقش انت حر، انا خلاص قررت وخدت القرار، انا بس بعرفك مش اكتر. لقيته بيقول لي وانا مش عايش لك فيها ورايح عند جدتي بقى اللي هي مين؟ امي اللي كنت طبعا واقفه جنبها طول فتره ما كنت متجوزه، وكنت بساعدها في جهازات اخواتي البنات. احنا اصلا كنا 5 بنات وولد وحداني، والولد الوحداني ده اخر عيل عندنا، يعني خلص جامعه ومسافر حاليا، عشان هو ولد وحداني ملهوش جيش. فساعتها يعني الظروف بتاعت اهلي اتحسنت. لكن لقيت ابني بيقول لي انا رايح عند تيتا اللي هي يعتبر والدتي. قلت له براحتك روح. المهم اتصلت على حبيب القلب، قلت له ايوه يا حبيبي. قال لي خير. قلت له انا كلمت ابني وابني رافض الموضوع. قال لي زي اهلي بالظبط. قلت له انا مش فارق معايا، هو عامه راح عند والدتي وهيعيش معاها، والبيت دلوقتي خلا وفضى لينا. قال لي تمام. طب وبعدين؟ قلت له يلا نتجوز. قال لي خلاص انا موافق. المهم من هنا جاب المأذون وكتبنا الكتاب واتنين شهود واتجوزنا وعشنا مع بعض. اول هم بقى اللي عملوا فيا بقى اللي محدش يخطر على بال اي حد، اللي لازم يكون عظة وعبرة لكل ست بتوصل لحد السن ده، تكون أرملة أو مطلقة وترجع لسن المراهقة وتقع في مصيدة ما في بعدها مصيدة، وبتبقى حياتها بعد كده كارثة حقيقية. اللي حصل بقى لما اتجوزني وعشنا شهر العسل وفسحته، وطبعا قاعد من المول وقال انا مش عايزه اشتغل عند حد. قلت له خلاص يا حبيبي الحمد لله، انا عندي عماره كبيره هي بتجيب لي دخل كويس، وعندي بتاع ارض بتجيب لي دخل، يعني ارض زراعيه بتجيب لي دخل سنوي، والحمد لله معايا فلوس في البنك هتعيشنا ملك، يعني هنعيش مبسوطين وميسورين مش محتاجين شغلك ده. قال انا بس انا ما ينفعش دلوقتي ان انا اشتغل عند حد وحد يتحكم فيا وكده. المهم عاش معايا شهر، عشنا شهر العسل ده، لفينا العالم كله، لفينا شرم واسكندرية، ورحنا هنا ورحنا هنا، وبقينا نروح مطاعم فخمة، وبقيت ألففه معايا مصر كلها. وأحلى أماكن وفنادق سياحية كنا بنروح تبع وفود سياحية كده، شرم وروح هنا وهنا. والمهم قعدنا شهر زي الفل مع بعض، وساعتها كنت حاسة ان انا كأني اول مرة في حياتي اتجوز. لكن اللي حصل بعد كده، قال لي انا نفسي اعمل مشروع مول زي، يعني افتح محل كبير زي اللي انا كنت فيه، ويبقى خاص بيا وبيكي، ونستثمر فلوس بدل ما اقعد كده في البيت وما بشتغلش، ساعتها احس بالملل. لقيتني بقول له من عينيا الاتنين، شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك. قال لي تفتحي لي مول. قلت له تمام، بس انا معيش سيوله تكفي. ساعتها قال لي مفيش مشكله، نبيع الارض، القطعتين الارض دول نبيعهم الفدانين، وبعد كده بفلوسهم نعمل المحل الكبير ده، ولما ربنا يعوض علينا هنقوم من المكسب كده هنبدا ان شاء الله نرجع الارض ديت وهرجعها لك وهو باسمك وهظبطك. قلت له تمام، كل حاجه تحت امرك. رحت بعت له فدانين، وبعد كده قال لي اديته فلوسهم وقال لي انا امشي في اجراءات اشوف محل في مكان قيم كده وحته تكون تجاريه وتكون منطقه راقيه عشان نفتح ايه المحل ده في المول، في اي مول كويس يعني. وانا بدور. المهم بعد كده لقيته بيقول لي بقول لك ايه؟ قلت له ايه؟ قال لي انا نفسي انا وانت نعيش في فيلا صغيره كده بدل العماره اللي شكلها شعبي ده. قلت له فيلا؟ ده انا الفلوس اللي معايا برضو ما تكفيش والدهب. قال لا، ما احنا بصي الفلوس اللي معانا بتاعة الدهب على البيت ده هنبيعه، وبعد كده ناخد يعني زي ما يكون فيلا صغيرة كده أو دوبلكس دورين، وبعد كده نبقى نكبر براحتنا. قلت له والله اللي انت شايفه. وقال لي كمان البيت ده زي ما انت شفتي كده فيه ذكريات وحشة، ومش عايزة افتكر جوزك فيه بصراحة، فاحنا لازم نغير العتبة. ساعتها ملصت كل اللي معايا، بعت دهبي كله واديتهوله، وبعت البيت. فين الفيلا؟ مفيش فيلا. فين المحل اللي هيعمله في مول بتاع ملابس، معرض كبير زي اللي كان شغال فيه؟ مفيش معرض. هو فين؟ فص ملح وداب. وبعد كده لقيته بعت لي ورقة طلاقي. طب هو راح فين؟ انا معرفش عنه حاجة. خلاني على الحديدة بمعنى الكلمة، معيش حتى الا مبلغ تافه جدا في قلب البنك. ابني يعني راح كل ورثه، لان طبعا لما ابوه مات كل الورث اتضم لنا، وهو بيورث، يعني انا اللي كنت كل حاجه كانت باسم انا. بالنسبه ان ابوه مات وهو يعني في ال 18 سنه، ساعتها لما طلع بطاقه
نقل كل الملكية باسم أنا، إن كل حاجة تبقى باسمي. ساعتها بعت كل حاجة على جوزي الولد اللي قد ابني ده، ادور عليه فص ملح وداب. المهم رحت المعرض اللي كان بيشتغل فيه، بقول لهم ما شفتوش فلان اللي كان شغال عندكم؟ قالوا لي لا، من يوم ما اتجوز واحده كده كانت بتيجي هنا، من يومها بيقولوا ان اتجوز وخلاص، ايه ما عادش بيشتغل. المهم من هنا قلت له يعني ما بيجيش هنا؟ ما يعني طب في حد يعرف له رقم؟ لقيت اللي هناك قال لي في شاب معانا هنا بيشتغل، بس هو بيجي يعني بالليل، شفت بالليل، ممكن يبقى معاه رقمه ويبقى عارف هو عنه كل حاجة، هو يعتبر الصديق المقرب ليه. قلت له طب ممكن تديني رقمه؟ قال لي تمام. المهم اداني الرقم بتاعه. المهم من هنا ارن على صاحبه، ما شفتش فلان؟ قال لي لا، ده انا بقالي فتره والله ما بشوفوش، بس هو رقمه معايا. قلت له ما انا عارفه، ما هو رقمه معايا بس ما بيردش، او زي ما يكون الشريحه غيرت. طيب ما تعرفلوش بيت؟ قال لي والله انا كده من فتره، كان عدى بقى على جوازنا يجي 9 شهور كده. المهم قال لي انا بقالي فتره كده شهرين ولا 3، لقيته ماشي مع بنت كده، فبقول له مين دي؟ اما تعرفنا على اللي معاك. قال ده مراتي. قلت له ازاي يعني متجوز؟ قال لي اي متجوز بنت في حدود 23 سنه 22 سنه كده، بصراحه بنت زي القمر، زي ما يكون واخدها عن حب. فانا كان مقابلني قدرا، لكن انا ما اعرفش عنه اي حاجه، ما عادش بيشتغل معانا، لكن انا ممكن اعرفك طريق بيت ابوه. ساعتها قلت له طب يا ريت. اداني العنوان بتاع ابوه اللي انا ما كنتش اعرفه، وبعد كده رحت اتواصلت مع اهله. قلت لهم امان فين عادل؟ قالوا لي عادل ايه؟ انت عايزاه في ايه حبيبتي؟ قلت لهم بس عايزاه، هو فين؟ قال والله عادل اشترى بيت في مكان فلاني كده، في المنطقة الفلانية، وما شاء الله متجوز بقاله دلوقتي شهرين، ويعني وده بيته، هو ما عادش عايش عندنا دلوقتي، هو سابنا من يوم ما اتجوز. المهم قلت لهم بيت واتجوز؟ قال له اي متجوز بقاله شهرين، واشترى بيت خاص بيه وقعد فيه هو ومراته. طب اديلي معلش العنوان. ادالي العنوان طبعا، وبقيت ساعتها هتجنن. يعني ضحك عليا ونصب عليا، وخد فلوسي وفلوس ابني ورثه، ابني اللي كان اولى بكل حاجة. المهم فعلا رحت طبيت عليه، لقيته متجوز واحدة من عمره. قلت له مين دي؟ قال لي مراتي. قلت له وامال انا ايه؟ قال لي انت خلاص ما عدتش مراتي، انا بعت لك ورقه الطلاق، ولا انت نسيتي؟ قلت له طب فلوسي يا حرام وديتها فين؟ قال لي فلوس ايه؟ قلت له فلوس اللي خدتها. قال لي هو انت كنت فاكره ان انا هتجوزك من غير مقابل؟ مش تحمدي ربنا ان انا قعدت معاكي 9 شهور، هنيتك ودلعتك بعد ما كنت فاقده الامل في حياتك؟ انا خدت ايه مقابل جوازي منك؟ ولا انا كنت هتجوز واحده عتيقه فاتها عمر جواز من غير مقابل؟ انا هديك ولا اخد؟ وكمان انت كنت بالنسبه لي صفقه حلوه، بصراحه صفقه عجبتني جدا. انت كنت بالنسبه لي خير عليا ان انا اتجوز البنت اللي بحبها طول عمري، اللي كان القدر والنصيب واقف ضدنا ان انا اتجوزها، وانت جيتي خير عليا. طب رجع لي فلوسي يا حرامي وعيش مع مراتك. قال ما عادش ينفع. قلت له ليه ما عادش ينفع؟ فلوسي هتحلل فلوسك، هتاخد فلوسي غصب عني وتحللها لنفسك، ربنا مش هيبارك. قال لي لا، ما هو بارك واتجوزنا، وكمان بعمل المعرض اللي انا الوقت بقوم بيه، واشتريت بيت اهوت، وبعمل معرض عشان اعمل المشروع اللي كان نفسي فيه. قلت له بس ده من فلوسي. قال لي بصي، القانون لا يحمي المغفلين، ملكش عندي اي حاجه. وبصراحه العباره مراتي بتحبني وبتغير عليا موت، هي دلوقتي عند قريبها، ولو جت لقيتك هنا هتعمل فيها حريقه وجنازه، وانا بصراحه مش عايز مشاكل مع مراتي اللي بحبها، لان هي لسه حامل جديد، ومش عايز اخسرها ولا اثر على الحمل ده. مشيت من عنده وانا مش شايفه قدامي، ورحت بيت امي اللي هو بيت امي وابويا. قلت لهم انا خسرت كل حاجه. قال لي خسرت كل حاجه ازاي يعني؟ قلت لهم انا اتجوزت ولد طلع نصاب، ضحك عليا وخد مني كل ما املك، حتى دلوقتي ما عادش عندي الا شويه العفش، وبدور على اي مكان اسكن فيه، ما عنديش فلوس ان انا حتى اجر مكان بره. لقيت امي بتقول لي روحي منك لله، ضيعت نفسك وضيعت ابنك لما لقاكي مشيت اللي في دماغك ورحت اتجوزت غصب عنه. ابنك وضب ورقه وراح سافر يعني الامارات سياحة، وهيدور على شغل هناك ويكمل حياته هناك، وحالف ما يرجع مصر تاني. انت خسرت ابنك وخسرت كل ما تملكي عشان نزوتك، وان طول عمرك طماعة وبتدوري على الفلوس. وبرضه لما ابنك قالك ما ينفعش وعيل صغير من عمر ما ينفعش تتجوزيه، هيتجوزك على ايه؟ اكيد طمعان فيكي، ما سمعتش كلامه، ودلوقتي خسرت ابنك وخسرت فلوسك وخسرت كل حاجة، ورجعت يا مولاي كما خلقتني. واحنا دلوقتي برضه ظروفنا على قدنا، اخوك مسافر عشان يكون نفسه ويتجوز، هقعدك ولا جوزه بقى؟
ولقيت نفسي بنطرد من حياة أهلي لتالت مرة، مش لأول مرة، لتالت مرة بعد ما جوزوني الفقير اللي اتطلقت عشانه وعشان الفقر، والغني اللي اتبهدلت معاه وبرضه مشيت بدماغي. التالت اللي خد كل اللي انا امتلكه ونصب عليا وسرقني. ودلوقتي بقيت عارفة ان انا ما عادش ليا اي متوى. دلوقتي بشتغل عند الناس، اشتغلت في معرض ملابس زي اللي كنت بشتغل بعد ما اتطلقت الجوازة الاولانية، وبراتب كحيان خالص مش بيعمل لي حاجة. غير كده كمان ان اللي اتجوزه ده نصب عليا وخد كل حاجة مني وضحك عليا، ويا ريته حتى سابني على ذمته، حتى لو مات اورث منه تعب وشقاية. حلل فلوسي وانا لقيت نفسي يا مولاي كما خلقتني، زي ما رحت زي ما جيت، ساكنة في أوضة فوق السطوح بحمام ومطبخ وشغالة براتب بسيط، وبقيت ماشية معقدة من حياتي. وعرفت ان الواحدة لو مشت ورا نزوات الشيطان بتخسر كل حاجة. اوعي تفكري في يوم من الايام تبقى ارملة او مطلقة تتجوزي عيل من دور ولادك يلعب عليكي. اللي عايزك في السن ده اكيد من وراه مصلحة، عايز فلوسك وعايز مصلحة، وبعد كده هيخلصها وبعد كده هيقولك باي باي مع السلامة مش عايز اعرفك. لما تحبي تتجوزي الجواز مش عيب ولا حرام، بس خدي الانسان اللي يكون بيخاف ربنا المناسب ليكي اللي يكون من سنك. الجواز مش مكروه، لكن الاختيار لازم يكون بعقلانية اكتر من كده. يا ريت تكون حكايتنا كان فيها عظة وعبرة لكل اللي يسمعني. ما تنسوناش من دعمكم لينا في القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على الكل عشان يصلكم مننا كل جديد. وبكده حكايتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.